أهلا يا حبايبنا الصغيرين، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مهرجان الكرازة 2026 لمرحلة حضانة، يلا بينا نبدأ قصة الدرس الأول. زمان في قلب الغابة كانت عيلة السناجب عايشة مع بعض طول عمرها. كانوا دايما مبسوطين، يلعبوا ويجروا فوق الشجرة الكبيرة. تعالوا يا سنجاب، في حاجة غريبة. الشجرة دي كانت جميلة جدا وكان فيها أكل كتير ولذيذ للسناجب كلها. اجتمعوا يا سناجب، في أمر مهم. لكن في يوم ملك السناجب اكتشف حاجة خطيرة. وقتها قرر يجمع كل السناجب فورا علشان يعمل اجتماع مهم تحت الشجرة الكبيرة. الشجرة اللي بناكل منها ما بقتش بتجيب ثمار، والأكل اللي حوشناه قرب يخلص. عاوزين نفكر سوا في حل المشكلة؟ تيم السنجاب ما كنش حضر الاجتماع، لكنه سمع بالمشكلة وقرر إنه أروح أساعد. أنا لازم أروح أنقذ عيلتي وأساعد بابا الملك ويجوا، وأدور على شجرة تاني فيها أكل كتير. أنا كبير وأقدر أنقذ عيلتي. اجتمعوا يا سنجاب. يا تيمي، رايح فين وبتجري ليه؟ أول مرة أشوفك خارج لوحدك. أنا كويس يا ساسو، بس محتاج أوصل بسرعة. يا ترى محتاج مساعدة؟ أنا رايح أنقذ عيلتي ومش محتاج مساعدة من أي حد. أنا في يوم من الأيام هكبر وأكون القائد، ودوري إني أحل مشكلة عيلتي من غير ما حد يساعدنا. ده كلام مش صح. مشكلة إيه؟ وبعدين يا تيمي كلنا بنحتاج مساعدة مهما كبرنا، حتى لما تبقى قائد كبير. علشان تتأكد من كلامي أحكي لك قصة جميلة تغرق. موسى النبي كان قائد عظيم بيقود شعب ربنا علشان يوصلهم لأرض كنعان. لكن لما قابلته مشكلة كبيرة ما حلهاش لوحده. إزاي بتقول إنه قائد عظيم ومش عارف يحل أي مشكلة تقابله لوحده؟ هحكي لك. في يوم هجم شعب قوي وضخم اسمه شعب عماليق، وده كان أول مرة يدخل فيها شعب ربنا حرب مع شعب تاني. يا خبر! دي مشكلة كبيرة فعلا، وعامل ايه يا ترى موسى النبي؟ يا يشوع اختار رجال أقوياء من شعب ربنا وخدهم معاك علشان تحارب شعب عماليق. حاضر يا نبي الله، هننفذ كلامك. وتاني يوم طلع موسى فوق تل صغير في مكان الحرب، ومع هارون أخوه وحور. وكانت مع موسى عصا الله اللي كان بيعمل بيها معجزات كتير. موسى كان واقف رافع ايديه الاتنين لفوق بيصلي. قصدك رافع ايده على شكل صليب؟ معاك حق، هكمل لك باقي القصة. موسى كان كل ما يرفع ايده شعب ربنا ينتصر ويغلب، وكل ما كان يتعب وينزل ايديه كان شعب عماليق يغلب. وفضل موسى رافع ايديه علشان شعب ربنا ينتصر. ولما تعبت ايديه اخد هارون وحور حجر حطوه تحت موسى وقعدوه عليه، وسندوا ايديه الاتنين، هارون من ناحية وحور من الناحية التانية. وبكده فضل موسى فوق التل رافع ايديه الاتنين ثابتين لغاية ما الشمس مشيت ويجه وقت الغروب، وانتصر يشوع ومعاه شعب ربنا وغلبوا شعب عماليق. وربنا قال لموسى بيكتب كل اللي حصل في الحرب علشان الشعب يفضل فاكر عمل ربنا، لأن ربنا كان عاوز يقول لأولاده من زمان إن قوتهم ونصرتهم هي بصليب الرب يسوع. يلا بينا نقول الآية مع بعض. أما النصر فمن الرب. ودي هنلاقيها في سفر الأمثال أصحاح 21 آية 31. شفت يا تيمي؟ يعني حتى موسى القائد العظيم ما كانش لوحده. فهمت قصدك. طيب ممكن تساعدني أنقذ عيلتي؟ طبعا ممكن.